السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا رفاق؟ لقد أتيت لكم اليوم بطريقة للدخول لملفات النظام، الداتا والأو بي لكي تقوم بتخطي حماية النظام المفروضة عليك. هيا بنا نبدأ الشرح. أولا يجب عليك تحميل تطبيق الشيزوكو وتفعيله. تابع الشرح. وبعدها افتح الإشعارات للتطبيق، وثم قم بفتح خيارات المطور من الإعدادات. بعدها تبحث عن إصدار النظام وضغط عليها ضغطات متتاليات حتى تظهر لك كلمة: لقد أصبحت مطور البرامج. أنا سوف أطبق هذه الطريقة على الأندرويد 14، ولكنها تعمل على جميع إصدارات الأندرويد من 11 وحتى 15. الآن سوف ندخل لخيارات المطور ونقوم بتفعيل وضع تصحيح الأخطاء. بعد ذلك يجب عليك الاتصال بأي شبكة واي فاي قريبة منك حتى تتمكن من تفعيل وضع تصحيح الأخطاء اللاسلكي. بعدها سوف تضغط على خيار إقران الجهاز برمز إقران، ثم سحب شريط الإشعارات إلى الأعلى، ثم تضغط على إشعار الشيزوكو وتدخل الرمز الذي ظهر لك. بعد إدخال الرمز كامل بشكل صحيح سوف تضغط على أيقونة المثلث. لما ننتهي سوف نعود إلى تطبيق الشوزوكو حتى نضغط على كلمة البدء الآن. الآن لقد قمنا بتفعيل تطبيق الشوزوكو وبنجاح. بعد ما قمت بتفعيل التطبيق سوف أذهب الآن إلى برنامج الملفات كي آخذ الصلاحية للدخول إلى الملفات المقيدة في الجهاز. وكما ترون لقد قمت بالدخول إلى الملفات المقيدة في الجهاز. بإمكاني أن أدخل أي ملف إليها. ولكن شرحنا اليوم هو عن طريق التفعيل لعبة GTA سان أندرياس من خلال هذه الملفات. والآن سوف أريكم ما هو الخطأ الذي سوف يواجهني إذا قمت باستخدام برنامج الملفات هذا. بعد ما قمنا باستخراج الملفات سوف نقوم الآن بنسخها إلى مجلد الداتا كي ندخلها في ملف اللعبة. تابعوا معي والآن سوف يظهر الخطأ. هذا هو الخطأ كما ترون. الآن سوف أريكم طريقة حل هذه المشكلة. سوف نترك تطبيق محرر الملفات الزر شيفر على جنب ونقوم باستخدام تطبيق آخر. اسم التطبيق Empty Manager وهو بديل للزر شيفر. سوف ندخل من خلاله إلى الملفات المحظورة في جذر النظام ونقوم بتثبيت ملف اللعبة بدون أخطاء.
هذا هو ملف اللعبة، سوف نقوم بالدخول إليه. والآن سوف نذهب إلى الجانب الآخر كي نستخرج الملفات المضغوطة. نحدد جميع الملفات ونضغط على استخراج. وبعد ما انتهينا الآن سوف نذهب ونرى هل اللعبة سوف تعمل أو لا. زي ما ترون يا رفاق، لقد قمت بتشغيل اللعبة على الأندرويد ال14. أتمنى يكون الفيديو مفيداً وقد نال إعجابكم، وفي النهاية أود منكم أن تشتركوا في القناة وتضعوا زر اللايك للفيديو كي نستمر.